ليه لازم نحضر الجمعية العمومية؟ الجمعية العمومية هي اللي بتعتمد ميزانية النادي وتحدد المصروفات والمرتبات وزيادة الاشتراكات ووقف أو قبول عضويات جديدة، وهي اللي بتعتمد قرارات مجلس الإدارة زي قرارات فتح أنشطة وخدمات غير الأعضاء، قرارات هدم ملاعب وإنشاء ملاعب، قرارات تعيين مدير النادي ومراقب الحسابات ومدير النشاط الرياضي وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وغيرها من القرارات المهمة. وعشان كده أي قرارات لمجلس الإدارة لازم تكون موافقة الجمعية العمومية، يعني ما ينفعش ما تحضرش الجمعية وبعد كده تشتكي من زيادة أسعار الاشتراكات والأنشطة، أو تشتكي من إن ملعب اتلغى أو لعبة اتلغت أو أنشطة فتحت لغير الأعضاء، أو تشتكي إن مرتب المدير مبالغ فيه، لأن عدم حضورك الجمعية يعني تفوض منك للمجلس بالموافقة على القرار. طيب إزاي أحضر الجمعية العمومية وأسجل رأيي في القرارات؟ عشان تحضر الجمعية العمومية لازم يكون معاك كارت حضور الجمعية، وده بتستلمه لما تمضي في كشوف الجمعية العمومية في أي وقت من الساعة 9 الصبح للساعة 7 يوم الجمعية. وبعد ما تمضي في كشوف حضور الجمعية العمومية اللي بتكون في صالة الكاراتيه أو التايكوندو، بتستلم كارت حضور الجمعية، كارت عليه اسمك ورقم عضويتك. بتروح الصالة المغطاة الساعة 7 عشان تحضر الاجتماع، وخلي بالك دخول الصالة من الباب الخلفي والباب بيتقفل الساعة 7:30. وبلاش تتعب نفسك وتحضر من بدري، تقدر تحضر قبل الاجتماع بساعة أو ساعتين، تمضي وتستلم الكارت وتنتظر للساعة 7 وتروح الاجتماع في الصالة المغطاة الساعة 7. وخلي بالك اوعى تدي الكارت بتاعك لأي حد، لأن هو ده صوتك، ولازم تحطه بإيدك في الصندوق اللي بيكون موجود جوه الصالة المغطاة. امتى يبدأ التصويت على القرارات؟ القاضي المشرف على الجمعية العمومية بيفتح الصندوق الساعة 8 ويعد الكروت اللي فيه. لو عدد الكروت اللي هم عدد الحاضرين 1000 عضو أو أكتر تكتمل الجمعية. لو أقل من 1000 عضو بتنتهي الجمعية على كده، وبيتم تفويض مجلس الإدارة في إنه ياخد القرارات بالنيابة عن الأعضاء. طيب ليه لازم تحضر جمعية 15 نوفمبر الجاية؟ عشان وعود برنامج الانتشاب للمجلس اللي ما اتحققتش طول 7 سنين عمر المجلس ده لحد النهارده، زي وعد إنشاء فرع تالت، زي وعد إنشاء حمام سباحة مغطى في فرع مدينة نصر، وزي وعد إنشاء مصيف للنادي بمرسى مطروح أو الساحل الشمالي، وزي وعد تنمية موارد الأعضاء بعيد عن بيور الأعضاء، وزي وعد إلغاء أنشطة غير الأعضاء وإن النادي هيبقى للأعضاء بس. شايفين انها تولفه كويسه جدا، عاملين برنامج اللي احنا شايفينه برنامج قابل للتحقيق. وعشان زيادة الاشتراكات السنوية واشتراكات الأنشطة كل سنة، وكان أشهرهم زيادة اشتراك الوالد أو الوالدة المضافين على العضوية من 500 جنيه ل 1700 جنيه للفرد واحد. وعشان الاختلاسات اللي كانت بتحصل من 2017 ل 2021 في غياب تام للرقابة والمراجعة المالية، واللي شهد بيها المدير المالي للنادي في النيابة باختلاس 17 مليون جنيه من الاشتراكات في الفترة من 2017 ل 2021. وصحيح المجلس هو اللي بلغ عن الاختلاسات بعد ما انكشفت بسبب اختلاف بين المختلسين، بس كان فين المجلس طول 5 سنين واحنا فلوسنا بتتسرق. عشان كده لازم تحضر الجمعية العمومية وترفض محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة علشان تلغي قرارات الزيادة وقرارات فتح أكاديميات لغير الأعضاء اللي تم إقرارهم في الجمعية اللي فاتت، لأنها ما اكتملتش وتم تفويض المجلس بالقرار. خد بالك، عدم حضورك يعني تفويض منك للمجلس بالموافقة على القرارات. حضورك مسؤولية. احضر الجمعية العمومية يوم 15 نوفمبر وعبر عن قرارك.